ما ينفعش جوزي يكون اسكندراني ويطلب مني الحجازيه واقول له ما اعرفش، واللي ما يعرفش بقى الحجازيه هي اشهر حلويات اسكندريه. كان لازم بقى اتصرف وابهره، وبجد عملتها بطريقه سهله وبسيطه زي اشهر محلات اسكندريه بالظبط. ناعمه ومرمله ودايبه دوبان، ده غير ريحتها اللي قلبت الدنيا. بجد شكلها تحفه جدا وحشوتها مظبوطه جدا جدا، زي اكبر محلات اسكندريه. يلا كده سمي الله معايا وحطي لايك للفيديو وتعالي بسرعه شوفي الطريقه. اول حاجه هنجهز الحشوه. جبت كده بوله صغيره وهنزل فيها كده بكوبايه من السميد الناعم. بجيبه كده سايب من عند العطار، مش عليه اي اضافات خالص. السميد بتاع البسبوسه. هنزل كمان عليها بكوبايه من السكر الابيض، الحبيبات الناعمه مش الحبيبات الخشنه، علشان ما يحجرش معاكي كده في قلب الحشوه. في الاول هنزل عليهم بمعلقتين كبار من القرفه، ومعلقه واحده بس من الكاكاو الخام المر علشان نظبط اللون. وهنزل كمان عليهم بربع كوبايه من جوز الهند المبشوره، او اي مكسرات موجوده عندك، انا فضلت جوز الهند بس. هنزل بقى عليهم بمعلقتين كبار من شربات الكنافه التقيل، او معلقتين من العسل الابيض، يعني ده ينفع وده ينفع. انا ضفت هنا معلقتين من شربات الكنافه التقيل، وده ليه؟ علشان يمسك لي الحشوه ببعضها. كمان نزلت عليهم بمعلقه كده من السمنه البلدي السايحه، بس طبعا وانا بعمل المونتاج قصيتها كده من غير ما اقصد. وخليت جنبي كده ربع كوبايه من الميه، دي ميه عاديه جدا من الحنفيه، لا سخنه ولا ساقعه، ميه عادي خالص. وهبدا بقى اقلب الخليط بتاعي كويس جدا لغايه ما يبقى كله نفس اللون. وهبدا بقى انزل بالميه بتاعتي بالتدريج معلقه في معلقه. انا مش عايزه اعمل عجينه، انا عايزه خليط كده فيه فروله زي رمله البحر. طبعا انا في الاول كده لما قلبتهم كويس جدا مع بعض، حسيت ان اللون لسه فاتح شويه، فضفت عليهم معلقه تاني من القرفه. يبقى انا كده ضفت 3 معالق كبار من القرفه، قصاد معلقه واحده بس من الكاكاو الخام المر. هنزل زي ما انتوا شفتوا كده بالميه معلقه كده في معلقه واقلب. زي ما اتفقنا مش عايزين عجينه متماسكه خالص يا جماعه، عايزين عجينه زي ما انتوا شايفين كده مفروله، ولونها طبعا بقى غامق علشان ضفنا لها الميه والسوائل. كده تمام قوي. لو عايزه بقى تضيفي اي مكسرات سوداني بندق اي حاجه، ضيفيها بقى براحتك زي ما انت حابه. في بوله تانية صغيره هنشغل مع بعض الخميره. هنزل هنا بكوبايه الا ربع من الحليب الدافي، او كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، ده ينفع وده ينفع. نزلت عليهم بتلت كوبايه من السكر، ومعلقه واحده كبيره من الخميره الفوريه، او باكو من الخميره. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، وهغطيهم واركنهم كده على جنب كده 5 دقايق. الاختبار ده بيأكد لك سلامة الخميرة بتاعتك. تاني حاجة بيسرع لك عملية الاختمار، يعني أي وصفة بتعمليها فيها خميرة فورية بيخليها تخمر معاكي بسرعة، خاصة بقى في الجو البرد ده. بعد ما غطيتهم بقى اركنهم كده على جنب. هجيب بقى كده بولة أكبر علشان نعجن فيها. نزلت فيها بكوبايتين من دقيق السميد الناعم السايب من عند العطار، نفس اللي انا استخدمته في الحشوه. الوصفه دي كلها انا كنت بستخدمها فيها نص كيلو من الدقيق السميد. هنزل عليها بكوبايتين من الدقيق الابيض. يبقى كده انا عندي كوبايتين دقيق ابيض وكوبايتين دقيق سميد. ووحدي الكوبايه بتاعتك علشان تبقى المقادير كلها مظبوطه. هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من السمنه، عليها ربع كوبايه من الزيت. يعني التوتال كله في الاخر كوبايه من الماده الدهنيه، كوبايه الا ربع سمنه، وربع بس من الزيت. ينفع طبعا تستخدمي سمنه بس لوحدها، لكن هتبقى النتيجه مرمله زياده عن اللزوم، مش هتبقى مستحمله خالص في ايدك. وطبعا ينفع تستخدمي زيت بس، لكن هيبقى الطعم مش حلو. لكن دايما ميكس السمنه والزيت بيديلك نتيجه افضل. طبعا السمنه بعد ما انا عيرتها كده في الكوبايه دخلتها التلاجة علشان تجمد. انا مش عايزاها خالص تكون سايحه ولا فكه من بعضها، عايزاها تكون ساقعه معايا بالشكل ده. هبدا بقى دلوقتي ابسها زي البسبوسه. الخطوة دي بتخليها مرملة معاكي جدا ودايبة جدا جدا زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو. بتبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت مرملة وبتدوب ذوبان. يبقى خطوة البس دي مهمة جدا، ما ينفعش نستغنى عنها، وما ينفعش كمان نكروتها. اديها حقها علشان تديكي نتيجة في الاخر حلوة. وطبعا السمنه بتاعتي لو سايحه او دافيه مش هتديلك النتيجه الحلوه، لازم تبقى السمنه جامده كده، وتطحنيها كده ما بين ايدك هي والدقيق. وطبعا لو عندك عجان حطيهم كلهم بقى في العجان بتاعك واشتغلي على طول. شايفين بقى كده خلاص اتشربت معايا السمنه ودابت معايا كويس جدا، واختفت السمنه معايا تماما مع الدقيق الابيض ودقيق السميد. هنزل بقى عليها بالخميره بتاعتي بعد ما تفاعلت اهي واشتغلت زي ما انتم شايفين بقت كلها فقاقيع. هنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها. طبعا كانت كوبايه الا ربع من اللبن الدافي، وتلت سكر، ومعلقه خميره فوريه. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. انا هنا مش بعجن خالص، لو انتوا واخدين بالكم انا بقلبها بصوابعي مش ببطن ايدي، مش بتكه العجينه بتاعتي خالص علشان ما تعملش معايا عرق وتنشف وتبقى معضمه كده زي العيش. انا عايزه حاجه دايبه كده زي ما شفتيها في اول الفيديو.
كل ما بتقلبيها اكتر كل ما بتلاقي العجينه بتلم معاكي كده وفيها سنه فروله. دي كده العجينه المظبوطه. مش عايزين زي ما اتفقنا نعجنها كتير، يا دوب بس نلم المكونات بتاعتنا وتتشرب السوائل، هنوقف على طول. اهو زي ما انتوا شايفين. لو حسيت ان هي العجينه مفروله زياده عن اللزوم، ضيفي لها معلقه ميه او معلقتين حسب احتياجها ولميها على طول. المفروض لما انا المها بالشكل ده تكون ملمومه معايا وشكلها ناعم، لكن في الاصل هي من جوه مفروله ودايبه. فاهمين قصدي؟ يعني مش عجينه متماسكه زي المعجنات العاديه. لا خالص، هي بتكون يعني لما المها كده بتبقى شكلها ناعم كده ومظبوطه، لكن في الاصل هي من جوه مفروله خالص. بعد ما بخلص عجن فيها مش بسيبها ترتاح ولا تختمر ولا اي حاجة. بقسمها كده على كورتين، كورة اكبر من التانية بحاجة بسيطة، وبغطي الكورة التانية كده في البولة بكيس بلاستيك علشان ما تشققش معايا. وباخد الكورة الاكبر واجيب بقى صينية مقاس 28، ويفضل تكون ألمونيوم بقى، بتكون احلى حاجة في التسوية. مدورة او مستطيلة، اي حاجة موجودة عندك استخدميها. ما دهنتهاش اي حاجة خالص، وده علشان العجينة بتاعتي فيها نسبة مادة دهنية عالية، فيها سمنة وزيت، فمش هتلزق معاكي ما تقلقيش خالص. ببدأ افردها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بسويها كويس جدا في الصينية وبعمل لها سور. علشان كده احنا كنا مزودين في العجينة دي اكتر من العجينة التانية. والسور ده علشان يحمي لي الحشوة بتاعتي وما تخرجش مني وقت السوا، وتبص تلاقي السكر كرمل معاكي وعمل معاكي ريحة كده مش حلوة جوه الفرن. بعد ما ظبطناها كويس جدا بالشكل ده، هجيب بقى الحشوه بتاعتي اللي احنا حضرناها مع بعض في الاول خالص، وهنزل بيها كلها كده على العجينه. المقدار كله هناخده، ما تقلقيش، الكميه مش كبيره ولا اي حاجه. الكميه دي مناسبه جدا جدا لصينيه مقاس 28. الحاجزيه بتكون عاليه ومرتفعه، مش بتكون سمكها يعني قليل زي البسبوسه. فالمقادير بتاعتنا النهارده او الكميه اللي احنا عملناها دي مناسبه جدا لصينيه مقاس 28، اقصى حاجه مقاس 30. ما تكبريش بقى عن كده علشان يطلع ارتفاعها كده حلو، والطبقات تكون باينه كده معاكي وواضحه. كده انا وزعت الحشو بتاعتي كويس جدا وبططتها كويس قوي بظهر المعلقه، وتبقى كلها متساويه معاكي بنفس الارتفاع. ركنتها بقى كده على جنب علشان اجهز الطبقه الثالثه. جبت بقى هنا صينيه وتكون اكبر شويه من المقاس اللي انا شغاله فيه، وجبت كرة العجين اللي كانت موجوده عندي في البوله، وحطيت كده كيس تلاجة على الصينيه، وحطيت الكرة بتاعتي وبططتها وحطيت عليها كيس تلاجة كمان تاني. وهبدا افردها بالنشابه بتاعتي علشان تكون متساويه بالشكل ده. دي اسهل طريقه تقدري تحطيها كده على طول فوق الصينيه بتاعتك من غير ما تقع منك ولا تبهدلك الحشوه ولا الكلام ده كله. بصوا مفيش اسهل من كده. بسهوله كده تقدري تحطيها وتظبطيها كده فوق الصينيه، وتنزليها بالراحه كده من الجوانب لغايه ما تفكي معاكي. وشلنا بقى الكيس اللي كان على قاعده الصينيه اللي هو كان على وش العجينه، ونبدا بقى كده نظبطها بشويش كده. طبعا في حته كده باينه من الحشوه، مفيش مشكله خالص. هنشيل بقى الزياده من الناحيه دي ونحطها في المكان الفاضي، ونظبط الصينيه بتاعتنا، مفيش اي مشكله خالص. شايفين بمنتهى السهوله. واي عجينه هتفضل معايا هحطها في قوالب الكب كيك الفردانيه اللي بتكون سيليكون دي او تيفال اي حاجه. وبحط لها حشوه وبدخلها تستوي معايا عادي خالص. الحمد لله انا مش برمي اي حاجه خالص. كده ظبطتها كويس جدا وقفلت على الحشوه. مهم قوي ما تبقاش الحشوه معاكي باينه خالص، تبقى متقفله كويس جدا. سامحوني بقى على التفاصيل الزياده اللي انا بقولها في الفيديو، لكن انا بحب اوصل كل معلومه لاخواتي الصغيرين اللي بيحبوا يخشوا المطبخ ويعملوا وصفه تنجح معاهم من اول مره. جبت كيس التلاجة كده وحطيته على وشها ونعمته كده بايدي علشان ما يبقاش فيه بصمات كده لصوابعي على وش الحجازيه. والخطوه اللي انا بعملها دلوقتي دي خطوه اختياريه، مش هتاثر خالص على الوصفه لو انتي ما عملتهاش. كل الغرض منها انها تديلك شكل حلو كده للحجازيه بتاعتك زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. بالشوكه كده بظهر الشوكه بديها كده خطوط بالطول وخطوط بالعرض، اي شكل زي ما انت حابه براحتك. وزي ما قلت لك ممكن تسيبيها كده ما تشكلهاش خالص. انا شفت ناس كتير بتعملها بمنقاش الكحك، يعني اشكال كده عشوائيه على وش الحجازيه من فوق. بس انا اسهل لي ان انا اجيب كده الشوكه واعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض، والموضوع خلص على كده وشكلها في الاخر كان جميل جدا. وهنا بقى لازم اقطعها قبل ما ادخلها الفرن وهي عجينه كده، علشان لو سبتها لبعد السوا بتكون ناشفه فبتتكسر معايا وسهل قوي ان هي تتفرول من بعضها. يبقى ما تصدقيش بقى اللي يقولك سويها كده عادي وبعد ما تخرج من الفرن قطعيها. وانا هنا بقى قطعتها سمبوكسات زي ما بنشتريها من بره، خطوط مايله كده بالطول وخطوط مايله بالعرض علشان ناخد سبعات كده في تمانيات. طبعا لو انت مش حابه الطريقه دي براحتك قطعيها كده زي البسبوسه مربعات، مفيش مشكله. وطبعا وانت بتقطعي بالراحه كده علشان العجينه طريه، فسهل قوي ان هي تتنعكش معاكي وتخرج من مكانها زي ما كان بيحصل كده. وبالراحه رجعي كل حاجه مكانها.
بعد ما قطعتها بالشكل ده وظبطت كده وشها كويس جدا، طبعا الناس اللي مركزه معايا هتعرف ان احنا لسه ما خمرناهاش خالص لغايه دلوقتي. طبعا احنا عجناها وشكلناها على طول. فهخمرها دلوقتي بعد ما قطعتها بكيسه كده بلاستيك وهغطيها، وهسيبها كده في مكان دافي فوق الرخامه نص ساعه. هي مش بتعلى معاكي زي اي حاجه تانية فيها خميره، لكن الخميره بتخليها كده بتتنفس، بتخليها دايبه معاكي ومش مكتومه. ده كان شكلها بعد نص ساعه بعد ما اختمرت. الفرن عندي سخنه على 180. الرف بتاعي في النص. بتعامل معاها بالظبط زي الكيكه، يعني تسويتها زي الكيكه بالظبط كده على نار متوسطه. هدخلها الفرن، وطبعا كل 10 دقايق كده ولا ربع ساعه بدير الصينيه بتاعتي علشان تاخد نفس الدرجه من فوق ومن الجوانب. لما تلاقي الجوانب بتاعت الصينيه كده سابتها واخدت معاكي لون ذهبي، بطفي الفرن بولع الشوايه، بديلها اللون المظبوط والدرجه المظبوطه دي تحت الشوايه. طبعا ما تسيبيهاش ولف ايدك على طول كده تحت الشوايه عشان تاخد نفس اللون الموحد ده. لما بتخرج من الفرن، انا عارفه ناس كتير هتقولي الحجازيه مش بتلزق شربات، وانا هنا ما زقتهاش شربات. انا جبت معلقتين من الشربات التقيل اللي انا كنت حطاه في الحشوه، وبلمع بيه الوش. ده بيخليها دايبه معايا جدا جدا، بيخليها تقعد معايا اكتر من يوم من غير ما تبوظ ولا تحصل لها اي حاجه. بيخليها طعمها حلو جدا، بيديلها لمعه. بصوا بيكون حلو جدا، وفي نفس الوقت انا ما زقتهاش خالص شربات. بعد كده طبعا سبتها تهدى شويه، مش بشتغل فيها وهي سخنه خالص علشان ما تفرولش معايا. هبدأ بقى كده بعيد على التقطيع اللي انا كنت مقطعاه. لو جيتي طبعا تقطعيها اول واخر بعد السوا هتبصي تلاقيها بتتكسر معاكي حرفيا، وهتديلك نتيجة وحشة جدا. فانا بس بمشي كده على التقطيع اللي انا كنت مقطعاه قبل ما اسويها. بنبدأ بقى نطلعها كده بعد ما تبرد. طبعا اول قطعة بتكون معاكي بتتكسر شوية علشان بتطلع معاكي مش سليمة، لكن بعد كده بيطلعوا كلهم في منتهى السهولة يعني. طبعا شايفين بقى التسوية من تحت ومن فوق واخدة نفس الدرجة بالظبط، ما شاء الله بجد حلوة جدا جدا. شايفين بقى دايبة ذوبان مرملة جدا. ده غير بقى ريحة القرفة والسمنة البلدي في الفرن كانت قلبة الدنيا. نسيت اقولك ان هي قعدت معايا في الفرن ساعة الا ربع وكانت مستوية وزي الفل. بصوا بقى هتيجي بقى تطلعوا بقى القطع، هتخرج معاكي بكل سلاسة من غير بقى ما تتكسر ولا اي حاجة. هي اول قطعة بس اللي بتكون ضحية، وبعد كده الموضوع بيكون سهل جدا. شايفين بقى الحشوة، شايفين طبقات مظبوطة قد ايه، اللي فوق قد اللي تحت قد اللي في النص. بجد انا معجبة جدا جدا يا جماعة بالتسوية. اللي من تحت دي واخدة لون حلو قوي. وده شكلها بعد ما خرجناها كده في طبق التقديم، بجد حلوة وجميلة. اللي بياكلها من بره جربوها بالطريقة دي والمقادير دي بجد هتعجبكم جدا. واللي مجربهاش قبل كده انصحك تعمليها، بجد هتعجبك جدا ومش هتستغني عنها طول رمضان.